خوتي صدقوني غير اللعب تحت قيادة بيب غوارديولا ضريبة الفشل تاعو أكثر من ناجح، ورانا نشوفوا فيها دوك مع أيت نوري. هذا لونترينور فري نشتيه ويعجبني ستيل تاعو والأفكار اللي جابهم لكرة القدم، بلا ما نساو المواقف الإنسانية ديالو. بصح حنا كجزائريين واللي خطرة في الخمس سنين وين يبان جوار يصلح ويلعب في المستوى العالي يديه ويرميه للدكة. صارت من قبل مع رياض محرز اللي في 2019 في 34 ماتش لعب 13 ماتش أساسي برك في البريمير ليغ. المشكل أيت نوري دوك راه دخل في نفس حالة رياض محرز مالغري أصر باش يجيبو، والمنعرج كان كيتب ليسا كونتر توتنهام وين دخل غوارديولا اوريلي اللي راه يقدم في مستويات كبيره. وباش تعرفوا باللي صح راه مقرطو عنده شهر ملي رجع من الاصابه، ماتش ما لعبو في البريمير ليغ. مشكل عاوز قبل لا كوب دافريك اللي ما بقالهاش بزاف. وكي تجي للاحصائيات تشوف اوريلي ملي بدات لا سيزون راه لاعب 17 ماتش 13 منهم اساسي ومد 4 باس ديسيزيف، في وقت راين ايت نوري لعب 7 لي ماتش 5 منهم تيتولار، عنده فيه غير اسيست واحد. من هذه الاحصائيات تفهم كلش. زيد لها نقطه انه غوارديولا على بالو بلي ايت نوري رايح يلعب كوب دافريك، يخلي اوريا اللي يربح وقت اكثر ويبقى في الاستمراريه. عليه نقول انه ما لازمش لي جوار تاع الجزائر سورتو الشباب اذا جاهم اوفر من السيتي يشوفوا فريق اخر، باسكو مادام غوارديولا فيه راح يتشبعوا بنك.